السلطات الامنيه ديال تونس كتعامل بواحد الطريقه لا يعني نقول لك يعني لا يرسل الحقيقه. الحالات المغربيه اليوم كل 3 حالات كلهم حالات انهيار عصبي جراء هجوم الفريق المغربي. ما فما حتى شيء مقتل وكلهم هبطوا ما جيناهمش للمستشفى، كلهم هبطوا التحقوا بالحافلات نتاعهم. Ah non mais incroyable, c'est du jamais vu. On se croyait dans un pays frère, on se croyait que c'est un pays qui est en train de changer après la révolution. Mais tout ce qu'on a vu après le match, et on dirait qu'on est dans une deuxième guerre mondiale. هذا التصرف الأمني أثار استياء الوفد المغربي الذي طالب بحماية الجماهير ومعاقبة المسؤولين على استخدام العنف بحقهم. اللي وقع اليوم بالنسبة للجمهور المغربي خاصة بعد آخر المباراة كانت الفرحة تونسية. ما فهمناش أن الجمهور ديالنا يجي تهجم عليه بهذه الطريقة بالغازات اللاكريموجين بهجوم اللي هو ما مفهومش خاصة من طرف الشرطة التونسية. أنا أتأسف تأسف كبير على ما حصل، وبكل صراحة ما فهمناش الموقف ديال الإخوان التونسيين، لأنه كان اجتماع قبل المباراة اللي خلى أن تقنيا كل شيء يكون مدقق. أعضاء المكتب المديري ديال فريق الوداد مع الجمهور اللي بكل صراحة وقعوا بعض المسائل اللي هي خارجة على نطاق الكرة وخارجة على نطاق الرياضة. هذا يؤسفني، وسوف نأخذ جميع الاتصالات مع الإخوان التونسيين خاصة السيد وزير الشباب والرياضة باش نعرفوا شنو وقع، ولكن في نفس الوقت يتخذ جميع الإجراءات باش هادشي ما يبقاش في كرة القدم، خاصة بعد فوز اللي في الحقيقة ما فهمناش الموقف ديال الإخوان خاصة الشرطة التونسية. بالطبع احنا بدينا الاتصالات منذ الآن بالسلطات التونسية، وبالطبع السيد وزير الشباب والرياضة دار اتصال بالسيد وزير الداخلية لفتح تحقيق حول ما جرى، وبالطبع غادي نتبعوا الملف مع السلطات التونسية، لأنه هذا لا يرقى إلى مستوى العلاقات التونسية المغربية ولا ينم بشيء للرياضة ولا روح الرياضية، فلن يمكن قبول هذا لا يعني في تونس ولا في أي بلد آخر، وبالتالي بالطبع سنقوم بكل التتبع لهذا الملف حتى نعرف ماذا جرى في الحقيقة بالضبط، ويتم بالطبع الضرب على أيدي من هم مسؤولين عن هذا الواقع الذي مع الأسف مرة أخرى وكرر أنه ما كان على أرض الملعب من يعني روح تنافس، مع الأسف حسب ما علمت ما كانش المدرجات. مع الأسف الدرجات ما كناش نشوفوها وما كناش نتوقعوها، خصوصا من السلطات التونسية ماشي من المديرين التونسيين اللي بالعكس كانوا في واحد المستوى حضاري كبير، وكانوا واحد المستوى اللي تيشرف الكرة العربية والكرة خصوصا العلاقات بين شقيقتين تونس والمغرب. الا ان السلطه التونسيه فاجأتنا بهذا التدخل العنيف حق اللاعبين، حق المشجعين ديالنا وبعد عناصر المكتب المسير النادي الوداد. Ce qui est malheureux, c'est sur le plan organisationnel. Ni le comité n'a été respecté, ni la presse n'a été respectée, personne n'a été respecté. C'est déplorable. On a fait tous les pays d'Afrique, même le journaliste que vous êtes de Média TV, on a fait l'Afrique ensemble, Dakar, ou ça soit à Bangui ou Afrique du Sud, ou tous les pays d'Afrique, on a été super bien reçus, on a été mais vraiment traités comme il se doit, et ici on a été traités comme des chiens. في الجهة المقابلة أكد وزير الشباب والرياضة سليم شاكر بأنه يجري اتصالات عاجلة مع وزير الداخلية التونسي لمعرفة أسباب ما حدث. لا شك علاقات تونسية مغربية أخوية، أتمنى ما توترهاش مثل هالأمور، لا ولكن اسمح لي يعني لابد من ردة فعل رسمية من السلطات التونسية
يعني تحسين العلاقات ربما وتطويرها في المستقبل، وايضا الحفاظ على كرامه مواطنين المغاربه جاءوا للتشجيع لا اكثر ولا اقل. ولكن للاسف السلطات التونسيه خاصه الجيش التونسي القوات اللي كانت موجوده يعني استخدام للغازات داخل الميدان في كره القدم مرفوض بتاتا. والله اول حاجه الاخوه المغاربه واول واحد فيهم زميلي الوزير المغربي للشباب والرياضه في تونس بلادهم قبل كل شيء، هذا يلزم الاخوه المغاربه الكل يكونوا متيقنين منه اكثر من 100%. ثاني حاجه أنا قاعد نتكلم في زميلي وزير الداخلية باش نقوموا ببحث ونشوفوا شنو المشكل اللي صار بالضبط، ونشوفوا نعطيكم التقارير في أقرب وقت ممكن. نعرفوا اللي مقابلات كرة القدم ديما صعيبة، وفي الأوضاع هذه يلزم الرزانة ويلزم تهدئة الخواطر بتاع الناس الكل، ويلزم ديما الأخوة التونسية المغربية تتعدى قبل كل شيء. وما هي هذه ما هي إلا مباراة كرة القدم، وتونس ولا المغرب ولا نفس الشيء، واحنا أخوات قبل كل شيء. وأنا كما قلت لكم نتكلم في وزير الداخلية ونشوفوا شنو اللي صار بالضبط. انتهى ديربي الأشقاء إذن بطريقة لا صلة لها بكرة القدم، ولكن الجماهير التونسية تستحق الشكر والثناء على الروح الأخوية التي تميزت بها، ولها الحق أن تطلق العنان لفرحة ما بعدها فرحة بعد تتويج أبناء الترجي بلقب استعصى ومنذ سنوات. ولكن مشوار الوداد البيضاوي لن ينتهي عند هذا الحد، فاللقاء شهد ولادة نجوم يستحقون بدورهم الشكر والثناء. ملي جيت الفريق الوداد البيضاوي في البدايه فكنت ننتقد بشكل كبير، وهذا من حق الجمهور انه ينتقد، لان 3 اشهر ما مارستش الكره، كان عندي مشاكل مع فريق المغرب التطواني، ولكن ديك الانتقادات فخلات لي كما نقولوا انني ندير نفس ونزيد نجتهد في التدريب. تاخذ الثقه ديال المدرب، الحمد لله انا كنشتغل باش نزيد انني لقيت نعاون الاصدقاء ديالي. فالحارس ياسين بونو حارس مميز، احنا كنعيشوا معاه في التدريب بشكل يومي. حارس رغم انه شاب، ولكن حارس عنده في دماغه عنده تجربه كبيره رغم السن ديالو، لانه تيق في راسه بزاف، والحارس اللي كان تيق في راسه بزاف ما غادي يكون الا نجم. نتمنى ليه حظ موفق، وهذا ربح الفريق الوداد البيضاوي وربح الكره المغربيه. فاللقاء شهد ولادة نجوم يستحقون رفع القبعات وانحناء الهامات. رحلة الوداد في العصبة الأفريقية انتهت، ولكن المشوار لا زال طويلا في البطولة المحلية وكأس العرش، كما أن الأمل بتتويج قاري مستمر بحضور فريق المغرب الفاسي في نهائي الكاف. إذن صفات الصحابي، توقف قطار الوداد عند محطة نهائي دوري أبطال أفريقيا، انهزام أمام الترجي بهدف مقابل لا شيء، يمنح اللقب. لنتحدث فنيا نوعا ما بداية، ثم نتحدث عن ما تلا اللقاء من أحداث. يعني البداية الوداد البيضاوي حط الرحال في تونس بصفوف منقوصة، فبالتالي كانت كل الظروف توحي بأن الوداد البيضاوي ربما يعني وقف ضده القدر، خاصة ونحن نتحدث عن فريق خاض مجموعة من اللقاءات بعد العودة من نيجيريا. هناك إرهاق بدني، هناك إصابات أيضا تسببت بعدد من الغيابات المؤثرة جدا. نتحدث عن محسن ياجور أصيب في لقاء المغرب تطوان، نتحدث عن أيوب الخالقي أصيب في كأس العرش في لقاء الفتح الرباطي، ونتحدث بعد ذلك عن نادر المياغري الذي أصيب خلال استعدادات الفريق. نعرف حارس من وزن نادر المياغري تأثيره على المجموعة ككل، وبالتالي حط الوداد البيضاوي رحالة في تونس ربما بعدد من الأسباب تدفعه لكي يكون منهزما حتى قبل اللقاء. ولكن الوداد يعني تغلب على كل هذه الظروف، وتمكن بالروح المعنوية العالية من تقديم ربما لقاء أكثر من طيب، ولتشاء الظروف مرة أخرى فوق النقص العددي أن يكمل المباراة شوط المباراة الثاني ب10 لاعبين، وتتبخر الأحلام بالفوز باللقب. فأولا غنبدا بالنقطة الإيجابية، وصول الوداد لهذا المستوى راه شكل جيد مقارنة مع الإمكانيات المادية واللوجستيكية ديال الأندية التونسية والأندية المغربية اللي يلاه داخلة العالم الاحتراف. هذه مسألة اللي ما كتناقش. الآن غنهضر على 3 محطات بسرعة. المرحلة الأولى ما قبل مباراة الدار البيضاء، فكانت مجموعة من المباريات، فالمدرب كيدير الأجندة ديالو وكيدير مشروع ديالو اللي كيدير فيه أهداف. فالهدف الأول كان هو الشامبيونز ليغ، وعلى هذا الأساس تعزز فريق الوداد بمجموعة من اللاعبين، ثم كاين نهائي كأس العرش، ثم كاين البطولة. لسوء الحظ ففي البرمجه هنا وفي الاجنده ما دارش هاد لا بريوريتي ديال مجموعه من اللاعبين. لعبات مباريات، خاصه المباراه الاخيره امام الواف، امام تطوان، امام مسيره، كانوا لاعبين كالحواصي، كالعلاوي، كفريد الطلحاوي، كمويتيس، مجموعه من اللاعبين تلعب
باش يبقاو واحد 7 ولا 8 لاعبين اللي اعمده الفريق فرحه. هذه المساله الاولى. نعم. اذا هذه المساله ما طرحتش، والاشكال اللي وقع هي اننا خسرنا ياجور، خسرنا المياغري، وخسرنا ايوب الخالقي. مزيان. من بعد كاين المرحله الثانيه غنحاول نمر بسرعه، مرحله مدينه الدار البيضاء. فكان الهم اللي تروج له هو اننا ما نستقبلوش اهداف، وهذا هو اكبر خطا في الدار البيضاء امام الجمهور ديالنا، وبالتحكيم اللي بزم انه يكون شويه مزيان وامام الجمهور ديالنا وباللاعبين ديالنا كان خصنا نبحثوا على اهداف. نتفهم ان في الشوط الاول لعبنا 3 ديال اللاعبين ثقائين، لكن الشوط الثاني تبين الرجاء رجع كامل للوراء، عفوا الترجي رجع للوراء وكيقلب على تعادل. فكان من الممكن اننا نزيدوا لاعبين للامام واننا نقلبوا على هدف ولا هدفين اللي بينا من المشاكل اللي كنلقاوها في الرجوع. الان نوصل للمحطه الثالثه، هي مباراه ديال تونس فيها شوط اول جد متكافئ، ومن بعد كيجي الطرد ديال اللاعب ديال اللاعب المسن هو اللي غيأثر شويه على المباراه. ثم ان الوداد كان كيضغط في واحد الجهه الى ان تغيير عكس الكرات الجهه الاخرى كانت كتخرج لاعب في الواحد ضد واحد ضد المساسي، فما درناش واحد اللاعب وسط ميدان او لاعب جناح اللي بقى قريب لذاك لا زون مورت باش كل تغيير لقاو، وبالتالي سجلوا هدف بهذه الطريقه. الان غنتكلم على الشوط الثاني. في الشوط الثاني رغم النقص العددي اللاعبين ديال الترجي تراجعوا بشكل مرهب فاجأني، كلهم الدفاع، بل انه نبيل معلول اخرج المهاجم اوسط وادخل مدافع. نعم. اخرج الدراجي وادخل وسط وهو فائز بهدف مقابل لا شيء، يعني من حقه التخوف عن النتيجه. تمنيت من كل القلب ان في هذه اللحظه المدرب يدير لاعب حدا اونضاما ويدير جناحين ويقرب وسط، كيد ان ناخذوا هدف ثاني، ولكن نضغطوا بكل الاسلحه ديالنا على الفريق التونسي. فعلها في الشوط الثاني، يعني دخل باسكال، دخل القديوي، وايضا دخل باسكال في الجانب ودخل سكوما في الجانب. نعم. ودخل القديوي متاخر، ولكن قلب هجوم امام اونضاما اللي غيعطي له بلوس ما كانش، وبالتالي ليس لديه خيارات. يعني ياجور مصاب، لعبوا باسكال من وراه، لعبوا اجدو من وراه، لعبوا سكوما من وراه، يكونوا جوج اون بوينت، يكونوا جوج جناب، وبقينا 4 ديال المدافعين وسقاء ولا سقائين شادنا لعاب ديال الهجوم، وبالتالي عندنا 3 ولا 4 امام. الان ما رجعش الامور التكتيكيه. مغامره هذه سي فؤاد، لانه مغامره ستكون مفتوحه العدد من المخاطر، لانه حتى باخراج سعيد فتاح يعني وادخال سكوما، وايضا اخراج القديوي وادخال باسكال، يعني التغييرات اللي قام فيها كانت فيها نوعا ما مغامره كبيره جدا، وكاد لولا تالق ياسين بونو في عدد من اللقطات وتالق ايضا العمراني ويوسف رابح وعدد من المدافعين لتلقت شباك الوداد هدفين او 3 تقريبا. عندك امرين، يا اما ان تختار تبقى خاسر ب1-0 وتقاسد، يا اما تمشي للهجوم وتغامر وتقدر تاخذ هدف ثاني. ممكن نتحدث عن تاخير نوعا ما حتى في التغييرات، يعني بغض النظر أولا افهم اكثر منك تكتيكيا، ولكن حتى التغييرات يعني توقيتها ربما كان نوعا ما متاخر، وخاصه ما يتعلق بادخال سكوما. هذه مساله اولى. والمساله الثانيه وصلنا بواحد العدد اللاعبين اللي ما كاينش، وواحد العدد اللاعبين اللي عندهم عياء. نعم. كنعتقد ما غنرجعش تقنيا لنا المسؤول الاول واخير هو دوكاسيل. على كل الوداد كيبقى قدم مقابله كبيره، قدم شوط ثاني كبير، بين على انه مجموعه من اللاعبين غايبه واستطاع انه يفرض ذاته وان الكل يصفق عليه ويخرج محترم. نتمنى ان الوداد يستافد من الظروف خاصه من الجانب الذهني، لان خدينا اوراق صفراء، خدينا ورقه حمراء، تمريرات خاطئه، نرفزه شنا ياسين الرامي كي كيتكلم، شنا القديوي كي كيدفع، شنا ياسين الكحل كي كيدفع. اعتقد ان اللاعبين ديال تونس بروفوكاونا وكل خطره كيبروفوكونا، خصنا تجربه متخصصين هم متخصصين في الامور هذه. طيب يعني الان هو لا يمكن اختزال مشوار الوداد البيضاوي في لقاء او في شوط ثاني من مباراه نهائيه، هذا شيء مستحيل تماما. الان لا يمكن يعني يعطى لكل ذي حق حقه. الوداد البيضاوي مر في مجموعه فيها الترجي وفيها الاهلي المصري، يعني مجموعات كبيره، المولوديه الجزائريه، الجزائر تلقى الى مشوار خارق، قدم مستوى طيب، وربما في الاول كما جاء اللسان ديالك لو كان سالنا فين غيوصل الوداد لا احد كان يعني يتنبأ له بانه يصل الى النهائي بالضبط. ولكن على العموم يعني تمكن الفريق من تقديم اداء اكثر من طيب والوصول للمباراه النهائيه. لم تخدمه الظروف هنا في الدار البيضاء. اللي فاجأني اكثر السينوفال هو فريق الترجي. فريق الترجي امام الجمهور ديالو وبالتالي اللاعبين ديالو كان ضعيف، نقدر نقول لك سكوما كان احسن من الدراجي. اللاعبين المغاربه ضيعوا فرصه، لو كان امنا شويه. على كل كيبقى ان الوداد قدمت لقاء خارق، ونتمنى ان الكل يحدوا حد الوداد ونزيدوا نشتغلوا باش ندوزوا من هذه المشاكل الذهنيه والمشاكل التقنيه والتكتيكيه اللي دائما كتعيقنا في مباريات ديال النهائي. نعم، ردة فعلك على ما شاهدت من صور وتصريحات يعني بعد المباراه. الجو المغربي يتعرض لاعتداءات من طرف الامن التونسي بالغاز المسيل للدموع والهراوات. انا على حساب ما استخلص اولا كان ميدي انتبه لهذه الكواليس اللي قربت اكثر جماهير الوداد
من الحاله اللي عاشت، لان كل الكاميرات كانت متجهه ما هو تقني ما هو لاعبين، لكن للامانه بتفاصيل ممله ودقيقه وفي ظروف عصيبه استطعنا اننا نقربوا المشاهد الكريم من مجموعه من المعاناه اللي عانوها. على ما استقيت من المتدخلين تبين على ان الجمهور التونسي كان رياضي 100% ويستحق رفع القبعات. ايضا صفق للوداد البيضاوي للاعبي وكرر يعني صفق للاعبي الوداد البيضاوي وهم يصعدون لمنصه التتويج على ادائهم وكانوا معجبين في الوداد. واضيف شيء اخر، عدد من الجماهير التونسيه كان ياتي للصحفيين ويتساءل حتى للجماهير المغربي ماذا حدث، يعني دموع وهذا وانهيار عصبي، ماذا حدث؟ وتفاجأ بأن يعني العدد من العناصر الأمن التونسي تسبب في ذلك. فاذا ما فعله التونسيون هو رد لما يقوم به الجماهير المغربيه ملي كتلعب تونس هنا، خسرات ولا تعادلات الكل يصفق على الفريق الجيد وما كتكونش اشكالات مع الان الاشكال جاي من الامن التونسي. نتمنى ان تدخلات وممارسات بهذا الشكل تنعكس، لان زمن الهروات والعصوات والمسائل المسيله للدم